السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه ادم. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا واحد الطريقه لاعداد الزعلوك او سلطه ديال الباذنجان اللي غادي ان شاء الله نديروها بواحد الطريقه رائعه وصحيه وما كتحتاجش منا واحد الوقت كثير. كنتمنى انكم تتابعوا الفيديو ديالي حتى الاخر. غنحتاجوا لهاد الوصفه هذه او هاد الزعلوك هذا الباذنجان عفوا. غنحتاجوا للباذنجان وغنحتاجوا للطماطم او مطيشه مقطعه اطراف صغيره وشويه ديال الثوم، تقريبا واحد 3 فصوص ديال الثوم. انا عندي هنا 4 باذنجانات، تقريبا 1 كيلو ونصف ديال الباذنجان. عندي هنا واحد 3 مطيشه مقطعه او طماطم مقطعه اطراف صغيره، وعندي فصوص ديال الثوم تقريبا 4 مقطعين، وعندي الفلفله حتى هي مقطعها اطراف صغيره، وعندي هنا قزبر معدنوس هو مقطع اطراف صغيره. وغنحتاج ايضا التوابل او العطريه، غنحتاجوا واحد نص معلقه ديال الفلفل الاحمر حلو او التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال الكركم، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال البزار، شويه انا خديت هنا ديال الفلفله او التحميره حاره، هذه كتبقى يعني اختياريه اللي كيبغي الحار، وهنا شويه ديال الملح. غندوزو للطريقه على بركه الله. غادي ناخذ الدنجال ديالي، غادي نقطعوه بهذا الشكل هذا، نزول له هذه اللي هو اصغر، السكين اصغر من هذاك الاول، وغادي نقطع الباذنجان ديالي او الدنجال بهذه الطريقه هذه. طبعا كاين اللي كيقطع كيحيد القشره ديالو كلها، اللي يعني بغى يحيدها كلها يحيدها. انا كنحيد غير هاد، كنخلي فيه واحد شويه من القشره ديالو بهذا الشكل هذا. طبعا اللي ما كيبغيش القشره يقدر يحيدها كلها. غادي ناخذ الباذنجان بهذا الشكل هذا وغادي نقطعو. نقطعو اطراف كبيره ماشي مشكل، لانه كيطيب. الطريقه باش غادي نطيبوه غادي يطيب بسرعه. غادي يذوب في الطيب ديالو. هذه كتبقى كفكره سهله بالنسبه لهاد الوصفه هذه. فانا غناخذ طنجره الضغط او الكوكوط ديالي وغادي نحط فيها هاد المكونات او هاد الدنجال اللي قطعت. هنا بعد ما قطعت الباذنجان اللي عندي كله غادي نضيف له الطماطم. انا غنرمي كلشي في مره، الطماطم والثوم او مطيشه والثومه. هنا عندي الفلفله مقطعه غنرميها حتى هي. غادي نرمي العطريه اللي عندي او التوابل كلها، وغادي نضيف زيت الزيتون. انا ما ذكرتوش لكم في الاول، غادي نضيف زيت الزيتون واحد شويه، وغادي نخلي واحد شويه غنضيفو ملي يطيب او ملي يكون جاهز. وغادي نضيف تقريبا واحد نصف كاس ديال الماء، نصف كاس صغير ديال الشاي. غادي نضيفو، ما نكثروش الماء لان هاد الخضر اللي عندنا غادي تطلق الماء من بعد، وهاد الاكله هذه خصها تجي شويه ناشفه، ما تجيش يعني فيها الماء كثير. حطيت الطنجره ديالي فوق النار متوسطه. دابا غادي نسد عليها ونخليها حتى تصفر. حسبوا ليها واحد 6 دقائق حتى 7 دقائق من بعد الصفار ديال الكوكو ديال الطنجره اللي كتصفر. كنطفيو عليها، عفوا كنحلوها، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو باش نوريكم ثاني كيفاش نكملوا الطهي ديالها. الطنجره ديالي بعد ما داز 7 دقائق تقريبا حيدت لها الصفاره، حليت ليها البلاقه ديالها. فهي يعني الماء ما كيبقاش بزاف، كيبقى غير شويه كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نديرها العافيه النيله ونخليها تشرب من الماء ديالها، ماشي بزاف، ما نخليوش يعني تشرب بزاف، غير شويه صافي كتكون جاهزه عندنا ان شاء الله. هذا هو الطبق ديال الزعلوك بعد ما وجدناه، كملنا التحضير ديالو. كيجي على هذا الشكل هذا. انا زوقته او زينته بالمعدنوس والقزبر مقطع،
وضفت له واحد شويه ديال زيت الزيتون. كنتمنى انه يعجبكم. هاد السلطه هذه كتقدم بارده او سخونه او دافئه، كتليق للبرد او في الصيف، او يعني كنقدموها مع المشويات ومع اللحوم مع الاسماك، كتجي رائعه ولذيذه. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم شاركوا في القناه ديالي وديروا لايك، وان شاء الله باش يوصلكم الجديد دائما. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.